السلام عليكم، مرحبا بالجميع. مع وصفات باقي سليمه. وصفتنا تاع اليوم غادي ان شاء الله ندير كيكه ب حبات بيض. مكونات بسيطه وسهله اقتصاديه. نبداو طريقه تحضير المكونات مباشره. هنا عندي 2 حبات تاع بيض كما تشوفوا، يكونوا بدرجه حراره المغاميه المطبخ عفوا، ما يكونوش باردين، يعني تجبدهم في الجيران يكونوا سخونين. عندي هنا كاس الى ربع سكر. هذا الكاس يرفد 200 غرام، يعني انا درت الى ربع، يعني نديرو 180 غرام. الاخوات تبغى تعبر بالميزان دير 180 غرام. هنايا درت ساشي تاع سكر فاني، درت الزاز تاع التشينا ولا تاع الليم اللي كاين، يعني تاع التشينا ولا تاع القارص اللي حاضر عندكم. نخلط هذاك البيض مليح 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 مع السكر باش يذوب لي داك السكر وتجينا الكيكه تاعنا هشيشه خفيفه. انا درت هنا ضربتها بالفويل، بغيت تضربها بالباتور تضرب، يعني كاش مشكل. نضيفو حنا نبغوا نقصوا شويه ماين على رواحنا وشويه غسيل ماين على رواحنا، نبغوا نستعملوا غير حاجه تاع باليد هكا ليك. هنا انا ضربت شوفوا انا نضرب فيه باسكو ماهوش بزاف، يعني 2 حبات بيض مع البوكاس تاع او كاس الى سكر ما يتعبش. هنا درتو كميه كبيره، ديروا الباتور احسن باسكو عيان شويه في ذراعي. هنا ضربتها مليح مليح تشوفوا. درت ما قلت لكم، درت 2 حبات بيض، كاس الى ربع او 180 غرام سكر، ساشي سكر فاني، قرصه ملح. نضربهم مليح مليح ومن بعد نديروا باقي المكونات. جوست برك هذاك السكر شويه يذوب يبقى نشا كي حبيبات شويه. انا بدا يبيض وانا هنا نروح نضيف باقي المكونات. انا درت كاس الى ربع زيت، يعني بنفس الكاس نعبروا به الفارينه، نعبروا به السكر، نعبروا به الزيت، نعبروا به كاع المكونات. يعني هذا الكاس كما قلت لكم يرفد 200 غرام. فوالا كاس الى ربع سكر، كاس الى ربع زيت. وندير هنا بوطا يا اخت، هنا يا اخت ناتور، يا اخت فاني، تقدروا ثاني ديروه اي اخت باي نكهه تقدروا ديروه، سورتو الا كان تاع الفاني. هنا درت هذا البو باش تجينا الكيكه تاعنا خفيفه. والاخوات اللي ما عندهاش تقدر دير كاس الى ربع حليب عادي، كما نفس العبار تاع الزيت ونفس العبار تاع السكر، يعني الكاس اللي عبرنا به ديروا كاس الى ربع تاع حليب. نضرب كامل هذوك المكونات. انا درت يا اختي بلاصه الحليب. وهنايا نضيفوا هذا المكون اللي خلينا الكيكه تاعنا تجينا هشيشه وخفيفه بغرفه تاع خل. هنايا نروح ندير لافارين. درت هنايا عندنا الفارينه، عندنا 2 كيسات تاع الفارينه وعندنا 2 مغارف تاع مايزينا. هذا واش نسحقوا. عندي 15 غرام تاع خماره تاع لالوفر. وانا نسيح كامل هذوك المكونات ونخلط هذوك المكونات كامل في رهبه. وفي الاخير غادي العجين او الخليط تاعنا يجي شويه ثقيل، غادي نديرو عليه نص كاس ماء يكون دافي باش يطلق لنا هذاك البسموط تجينا الكيكه تاعنا خفيفه. وانا درت هنا قرصه تاع ملح، وهنا درت نص كاس تاع نفس الكاس اللي عبرنا به نعبر به الماء، درت نص كاس ماء دافي. وهنا دهنت الملتهي بالزبده مليح مليح باش ما تلصقيش كطيب وتجينا محمره، وتجينا هذاك الطبقه تاعها تجينا محمره تجينا روعه. ودرت شويه فارينه باش غبرت هذاك الملتهي، والبقيه فرغتها في نفس الخليط وخلطتها. هنا نديرها طيب على 160 درجه، شعلت عليها غير من تحت. كي طيب من تحت تشوفوها طابت كامل، خلوها شويه ما فوش شعلوا عليها من فوق تحمر غير شويه جوست ولي بهذاك اللون تاعها الاصفر، ونطفوا عليها عادي. والتزيين هنا يبقى لكم اختيارين، غادي نزينها بالشوكولا شويه تاع نواه كوكو ولا شويه كاكاو مرحي ومقلي يعني اللي كاين، ولا لوز ايفيلي. وسواء بغيتو ديروا لها الكونفيتور مع نواه كوكو ثاني، يعني التزيين خليته لكم ما حبيتو تزينوها. ندير الكيكه تاعي طيب ومع نرجع معكم ان شاء الله. بقى معايا يعني وصفه سهله مهله ومكونات بسيطه، يعني ما تديش المكونات بزاف. هذا الملتهي راه كبير بزاف، الاخوات اللي عندها المول شويه صغير على هذا غادي تجيها طالعه بزاف وتجيها روعه. انا هذا الملتهي تاع 6 حبات تاع بيض، يعني ماهوش تاع 2 حبات بيض. الاخوات اللي عندها المول صغير غادي تجيها كبيره وتجيها عاليه تجيها روعه. كما قلت لكم انا درت هذا المول ما عندش واحد صغير، ولا ندير الطيب ما نرجع معكم.
ورانا بعد ما طابت تشوفوا هذاك دينا هذاك اللون الزبده مع هذاك الفارينه تعطينا واحد اللون روعه للكيك تاعنا. شوفوا كيفاش طابت هشيشه خفيفه. هنا ذوبت 6 حبات تاع شوكولا عادي، ذوبتهم مع شويه تاع حليب وراني ندير فيها. والاخوات اللي ما عندهاش الشوكولا تقدر دير لها الكونفيتور ودير لها نواه كوكو، تزينها بنواه كوكو ولا لوز ايفيلي ولا كوكا اللي كاين. ورانا بعد ما زينتها كامل نروح نقطعوها نشوفوا النتيجه تاع الكيكه تاعنا. والى هنا ينتهي الفيديو تاعي، ان شاء الله يكون عجبتكم هذه الوصفه وتجربوها اكيد. ومتنساوش تشتركوا في القناه وتحطوا لنا البصمه الى جات على خاطركم. والى اللقاء، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. الى اللقاء.